يلا بينا نعمل مع بعض توست البني او توست القمح الكامل للناس اللي عامله دايت واللي مش عاملين دايت هيعجبكم جدا برضو. معاكم اسماء عطله، متنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا بينا. هنحتاج دقيق القمح الكامل اللي هو دقيق الدايت، مفهوش دقيق ابيض خالص، مش هنستخدم دقيق ابيض. هنحتاج حوالي 4 كوبايات منه. هنحتاج كمان معلقه سكر ومعلقه عسل ومعلقتين من الخميره الفوريه، وهنحتاج بيكنج باودر هناخد منه معلقة برضه. هنبدأ بقى قبل أي حاجة نفعل الخميرة بتاعتنا. دي كوباية من المية الدافية، هحط معاها معلقتين من الخميرة الفورية ومعلقة من السكر، وهقلبها كويس جدا مع بعض، وهنغطيها وهنسيبها على جنب لحد ما نبدأ نحط المكونات بتاعتنا. 4 كوبايات من دقيق القمح الكامل، هحط معاهم معلقة من البيكنج باودر، ذرة ملح، ودي خطوة اختيارية. دول معلقتين من زيت الزيتون، ممكن نستبدله بزيت ذرة عادي، ممكن نشيله خالص من الوصفة، مش هيفرق يعني. هنقلب كله مع بعضه كده لحد ما كل الخليط بتاعي يتجانس اهو بالشكل ده. نبدأ نقلب. الوصفة دي مش هنحتاج ايدينا خالص. هنا بقى هنبدأ ندوب العسل بتاعي في شوية مية سخنة، عشان لو حطيت العسل على الدقيق على طول هيدوخني عقبال ما يبدأ يتجانس مع كل المكونات، فاحنا هندوبه شوية مية سخنة. هنحطه بقى مع الدقيق كده، وهنبدأ نقلب كله تاني مع بعضه. زي ما قلتلكوا احنا مش هنحتاج نستخدم ايدينا خالص في الوصفة دي، هي سهلة جدا، كله بالسباتولا كده. هنقلب كله مع بعضه لحد ما اتأكد ان العسل دخل معايا في كل الدقيق. بعد كده هنجيب بقى الخميرة بتاعتنا، ومادام عملت فوم كده على الوش تعرفي ان الخميرة بتاعتك نشطة وشغالة، لو ما عملتش تعرفي انها بايظة. كده بقى هنبدأ نضيفها على الدقيق بتاعي اهو. هنجيب الدقيق بتاعنا وهنضيف الخميرة بتاعتنا عليه، هنحطها مرة واحدة عادي خالص، هي كوباية. هنقلب بقى كل الكلام الحلو ده مع بعضه بالسباتولا برضو، مش هنستخدم ايدينا خالص. الناس اللي عايزة تستخدم ايديها مفيش مشكلة، ممكن تستخدمي ايدك عادي يعني، بس الأسهل السباتولا خلاص بقى مفيش مشكلة. هنقلب كله مع بعضه لحد ما كله يتجانس مع بعضه وتبقى معانا عجينة ملزقة زي ما انتوا شايفين كده. هنسيبها بقى في الطبق ونغطيها كويس ونحطها في مكان دافي حوالي 45 دقيقة. هنعينها في مكان دافي في الفرن يكون مسخنينه قبلها حوالي 45 دقيقة، وبعد 45 دقيقة هتبقى معانا بالشكل ده. العجينة دي بتبقى فيها نسبة الرطوبة أو نسبة المية فيها 70%، فأنا بحط بقى الرخامة وبمسح إيدي كده بشوية مية، ما بنحطش دقيق، ما بنفردهاش على دقيق خالص. وهبدأ أجيب العجينة أهو، وهنبدأ بقى نفردها ونطبقها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بستخدم مية لما بحس انها ملزقة. هنبدأ نفردها ونطبقها ونمسكها نرزعها كده على الرخامة، نشيلها ونرزعها. طلعي كل طاقتك فيها يعني، ما فيش اي مشكلة. هنشيل ونرزع كذا مرة اهو. نبدأ نفردها ونطبقها، نفردها ونطبقها ونشيلها ونرزعها حوالي 30 ثانية. وبعد كده هنحطها برضو في الطبق بتاعنا ونسيبها تخمر للمرة التانية اهو. دي بقى بعد ما خرجت برضو هنبل الرخامة بتاعت شوية مية، وهنزل بقى العجينة بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين. هنا بقى مش هنوزعها على اي حاجة، يا دوبك هنفردها. هنبدأ نفرد العجينة بتاعتي، ببل ايدي بمية عشان ما تلزقش فيها. هنفردها خالص زي ما انتم شايفين كده، ونبدأ بقى نلفها رول على حسب القالب بتاعنا. نديها شوية ابكاس كده وبعدين بنلفها رول، بس يا دوبك بظبط الشكل يعني، مش محتاجة ان شكلها يكون متناسق قوي يعني، بس بنظبط الشكل كده زي ما انتم شايفين. هنجيب القالب بتاعي ودهنته زيت زيتون وهحطها فيه، وهنبدأ نغطيها لحد ما تخمر تاني للمرة التالتة في القالب. وبعد ما بتخمر بدخلها على درجة حرارة 200، بيكون الفرن سخن قبلها بالشكل ده كده. بتخرج معايا زي ما انتم شايفين كده، سهلة جدا وبتنزل بسهولة. وهنبدأ نسيبها الأول، بنسيبها تبرد شوية عشان تتقطع معايا بسهولة، وبنقطعها وهيعجبكم جدا جدا. بنحفظه في الفريزر، بنحفظه في التلاجة، هو بيقعد معايا فترة حلوة يعني. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتقولوا لي ايه رأيكم والوصفة دي عجبتكم ولا لا.